الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن الإمام الصادق: أحسنوا صحبة النعم قبل فواتها فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. أيضا اكثروا ذكر الله عز وجل على الطعام ولا تطغوا فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده. لئن شكرتم لأزيدنكم. بكل نعمة كان الطعام أو غيره ينبغي الإنسان أن يشكر الله ويحمده. جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام يشكو إليه ألما في معدته. قال له الإمام: إذا فرغت عن طعامك فامسح على بطنك وقل. هذا يشكو من معدته، يجيب هذا الدعاء، يقول: اللهم هنئنيه، اللهم سوّرنيه، اللهم أمرئنيه. هذه العبارات الثلاث تسبقها اللهم حتى يتعافى. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. تارة تكون عن الذهاب إلى الحكيم، وتارة في الدواء، وتارة في الدعاء. والنتيجة هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، إما عن طريق الطبيب، وإما عن طريق الدواء، وإما عن طريق الدعاء. شوف لاحظ الكتب الروحانية كثير هي الصلوات، تصلي لوجع الظهر، تصلي لوجع العين، تصلي، ما هناك صلوات كثيرة كثير يعزف عنها ويهملها وما في باله، ويروح للأطباء شوفها ويتباهون ويتفاخرون: احنا الطبيب الألماني، الطبيب المستمر، الدولة الألمانية وكذا. فما في يعني ثقافة واللجوء إلى هذه الأمور الروحانية، وتحتاج إلى عقيدة. هذا من الحمد، يعني واحد يحمد الله في الزيادة. وكان أساس حديثنا عن اجلب الرزق، وواضح جدا الزيادة في الرزق الشكر والحمد. لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه القاعدة الكلية مجاز التعبير ينبغي أن لا يغفل عنها جدا في أي نعمة، وبالخصوص الطعام. واحد يفرغ من الطعام يحمد الله ويشكر ويدعو. تارة واحد يحافظ أن يزيد والسعة في الرزق، وتارة لا، يكون حريص حتى لا يزول هذا الرزق. رزق الله كثير، لكن تحتاج إلى بركة أو عدم سلب والزوال. في مسألة أخيرة: مص الأصابع بعد الطعام. يعني الكثير ناس يتقزز يقول: ايش تسوي؟ هذا احنا عايشناه في الصغر، الآن شوي ترقى المجتمعات، ترقت ما يمثلون أصابعهم بعد الأكل. فشو الشرع يقول؟ الحين كل ملاعقه ويمثل ملعقة. ورد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوصية عن أمير المؤمنين يقول له: مص أصابعك بعد الطعام فهو أبرك أو مبارك. وأيضا ورد في آداب الإمام الرضا عليه السلام: وكان يمص أصابعه بعد الطعام. هكذا تخطر أنه ورد عن الإمام الرضا عندما انتهى من المائدة والطعام فمص أصابعه، يعني كانت إشارة إلى هناك العبارة أنه فيه بركة.